بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة الجديدة، قناة ابن الزهراء المغربي، وذلك بعد إقفال القناة القديمة التي كنت قد قمت بنشر العديد من المقاطع عبرها، والآن نظرا كما قلت لإقفال أو إغلاق تلك القناة افتتحت أو قمت بإنشاء قناة جديدة، والآن بفضل من الله سبحانه وتعالى أعود إليكم إخواني أخواتي بنشر المقاطع دفاعا عن أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم. كما لاحظتم وشاهدتم إخواني أخواتي عنوان الحلقة سبب تشيع ابن الزهراء المغربي، وكما قد كنت بينت في الحلقات التي تم نشرها عبر قناتي القديمة أن سبب تشيعي وهدايتي إلى نور سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لم يكن يشكل خلافا بين الفريقين، بين من يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة وبين شيعة سيدنا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وآله وآل بيته الطيبين الطاهرين. حينما كما بينت سابقا، حينما نواجه أو نحاجج من خالفنا بحديث الثقلين في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وهذا ما صح عندهم في صحاح كتبهم، في صحيح مسلم وفي المستدرك للحاكم وفي مسند أحمد وما إلى ذلك من صحاح كتبهم ورواياتهم. حينما نحاججهم بهذا الحديث يحتجون مباشرة ويردون مباشرة بأن المقصود من قوله صلى الله عليه وآله كتاب الله وعترتي هو المحبة والنصرة فقط لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم. وحينما نحاججهم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام يوم غدير خم قائلا صلى الله عليه وآله: ألا أيها الناس، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يجيبون مباشرة باستماتة عمياء أن المقصود فقط هو المحبة والنصرة لعلي عليه السلام. ولكن حينما نواجههم بغضب فاطمة صلوات الله عليها كما صح في صحيح البخاري عن أبي بكر وموتها كما صح عندهم أو استشهادها كما صح عندنا وهي غاضبة على أبي بكر، فلا ينكرون هذا الحديث ويقرون بأن السيدة فاطمة صلوات الله عليها سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، استشهدت كما صح عندنا أو توفيت كما صح عندهم وهي غاضبة على أبي بكر، على خليفتهم الأول، على إمامهم الأول، فلا ينكرون هذا الحديث ويقرون بصحته. لنبقى مع الرواية إخواني أخواتي. صحيح البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. فكان ذلك السبب الرئيسي الذي شكل طريق هدايتي إلى نور سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلوات الله عليهم، إلى نور فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، إلى نور سيدة نساء أهل الجنة، بضعة الرسول صلى الله عليه وآله، سيدة نساء العالمين. بدأت أطرح على نفسي بعض التساؤلات: كيف للمسلم المؤمن العاقل كيفما كان مذهبه ألا يكون غاضبا على من غضبت عليه فاطمة صلوات الله عليها، بضعة الرسول صلى الله عليه وآله؟
كيف للمسلم المؤمن العاقل أن يكون مترضيا مقدسا مجلا لأي شخص أيا كان توفيت فاطمة صلوات الله عليها وهي غاضبة عليه؟ فلم أجد كجواب شاف عن أسئلتي التي طرحتها على نفسي إلا أن شيعة محمد وآل محمد هم فقط من يمتنعون عن الترضي عن هؤلاء الأشخاص، من يمتنعون عن الترضي وعن تقديس من توفيت كما صح عندهم واستشهدت كما صح عندنا فاطمة صلوات الله عليها وهي غاضبة عليهما، وخصوصا بعدما صح عندي أن سبب غضب فاطمة صلوات الله عليها واستشهادها وهي غاضبة على أبي بكر وعمر لم يكن فقط من أجل أرض فدك، بل كان من أجل الانقلاب التي تجرعته فاطمة صلوات الله عليها بعد استشهاد أبيها صلى الله عليه وآله من طرف أصحابه، من طرف من كنا نعتبرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. لنبقى مع الرواية إخواني أخواتي. المصنف لابن أبي شيبة، المجلد 13، رقم الصفحة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله، والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من الخلق أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله ما ذاك بمانع إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمر بهم أن يحرق عليهم البيت. هذا ما جرى على الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها بضعة الرسول صلى الله عليه وآله. ولمن لم يعلم أو لا يعلم مقام فاطمة صلوات الله عليها فإليك من هي فاطمة عليها الصلاة والسلام. لما نتحدث مع المخالفين عن فاطمة صلوات الله عليها يقولون فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فاطمة لها مقام عظيم عند الله جل جلاله، ونحن نتقرب إلى الله بحب فاطمة. فهل يا ترى فاطمة صلوات الله عليها لها مقام عموما كباقي عباد الله وإماء الله الصالحين والصالحات، أم لها مقام خاص عند الله جل جلاله؟ لا بأس أن نذكر بعضنا البعض من تكون فاطمة صلوات الله عليها ثم لنعد. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، الجزء 3، رقم الصفحة. أخبرنا علي بن عبد الرحمن بن عيسى حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي إلى آخره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل من السماء ملك فاستأذن الله أن يسلم علي لم ينزل قبلها، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بط الأصبهاني حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي إلى آخره عن علي عليه السلام قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أول من يدخل الجنة أنا وفاطمة والحسن والحسين. قلت: يا رسول الله فمحبونا؟ قال: من ورائكم. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أحمد بن بالويه العقصي من أصل كتابه حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة إلى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث الأنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا بالمؤمنين من قومهم المحشر، ويبعث صالح على ناقته، وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها، وتبعث فاطمة أمامي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله
بن عتاب العبدي ببغداد إلى آخره عن علي عليه السلام قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب: يا أهل الجنة غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله حتى تمر. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. إذن فاطمة صلوات الله عليها سيدة نساء أهل الجنة، وفي رواية أخرى سيدة نساء العالمين. لا بأس إخواني أخواتي أن نبقى مع هذا المقطع. السيدة فاطمة رضوان الله عليها وأرضاها هي التي جعلت المدينة ترتج كلها بالبكاء بعد وفاة النبي ب4 أيام. لما خرجت من بيتها رآها الصحابة رضوان الله عليها وأرضاها بعد انتقال رسول الله، فارتجت المدينة بالبكاء، لأنه من كان يراها كانت مشيتها تشبه مشية رسول الله، ومنطق كلامها كأنه كلام رسول الله، ومنطق كلامها كأنه كلام رسول الله، ومنطق كلامها كأنه كلام رسول الله. جميل. يقول أن منطق كلام فاطمة صلوات الله عليها هو نفسه منطق كلام أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لا بأس أن نبقى مرة أخرى مع هذا المقطع. للنبي صلى الله عليه وسلم فتريد هذه الأرض لها، وبقية الميراث يعني إن كان عنده شيء يكون لأزواجه عليه الصلاة والسلام. فلم تكن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فلم تكن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فلم تكن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذن فاطمة صلوات الله عليها سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين، والتي منطق كلامها هو نفسه منطق كلام المصطفى صلى الله عليه وآله. لم تكن تعلم أن أباها صلى الله عليه وآله قال: لا نورث. لم تكن تعلم والعياذ بالله سنة وعلم أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله. خفي عن سيدة نساء أهل الجنة، عن سيدة نساء العالمين، تشريع وحكم وعلم أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فإما والعياذ بالله أن فاطمة صلوات الله عليها كانت تجهل سنة وعلم وتشريع أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وإما والعياذ بالله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخفى عن بضعته الطاهرة، أخفى عن ابنته فاطمة صلوات الله عليها قوله: لا نورث، ما تركناه صدقة، فجعلها تطالب والعياذ بالله بجهل حقها من أبي بكر.